احلى جمهور اهلاوي في العالم كله. خلاص يا جماعه، نهايه الدوري يوم 20 ان شاء الله. ويعني احنا خلاص، يعني احنا ما بقيناش المفروض ان احنا مستنين حاجه غير ان ايه، ان معجزه تحصل من عند ربنا. انا هنا بتكلم على الدوري دلوقتي عشان هو تقريبا الحاجه الوحيده اللي لسه يعني فيها امل، بس فيها امل ان يحصل معجزه من عند ربنا عشان خاطر نقدر ناخدها يعني. طيب، الموسم اللي فات ده او اللي احنا فيه خلاص وبينتهي يوم 20 هينتهي بالثلاث ماتشات اللي هتتلعب: النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز. والدوري هيتحدد لفرقه من الثلاثه. اقل فرص او اقل امل بالنسبه للنادي الاهلي اللي هو نادينا اللي احنا هنفضل دايما في ظهره ومقتنعين تمام الاقتناع بيه. ولكن احنا كان في شويه سلبيات مش هينه ومش قليله المفروض تتعالج. اولها ولازم نعترف بده كانت اداريه. السلبيات اللي في الاداره لازم تتعالج. احنا عمرنا ما شفنا ابدا في تاريخ النادي الاهلي ده كان بيحصل. خلاص انا مش عايز اعشم نفسي اصلا ان احنا هناخد الدوري يوم 20 عشان ما اجيش وازعل. فانا دلوقتي من دلوقتي بهيئ نفسي ان لو ربنا كاتب لنا ان احنا نشوف حاجه كويسه نشوفها، او على الاقل ما ان احنا نخش افريقيا يعني، او نكون موجودين في بطولة افريقيا السنة الجاية. لان اصلا البطولة من غير النادي الاهلي مش بطولة. يعني هم نفسهم عارفين ان البطولة مش بطولة في افريقيا، عارفين ان البطولة مش بطولة من غير النادي الاهلي وعشان حاجات كتير جدا يعني. طيب، نبتدي بقى ان احنا نفتح اوراقنا من اول وجديد. النادي الاهلي طول عمره لما بيقع وقع بيرجع اقوى من الاول بكتير، بس احنا عمرنا ما شفنا النادي الاهلي وقع الوقعه دي بمنتهى الامانه. طيب نعمل ايه؟ اولا الاداره تبتدي ان هي تقعد مع اللعيبه. رقم واحد، انا عايز اعرف في لعيبه مهم جدا ان هي تجدد وهم الاهم في الفرقه من وجهه نظري الشخصيه. لاعب زي حسين الشحات، ليه لحد دلوقتي محدش قاعد معاه؟ يا جماعه حسين الشحات جوهره في النادي الاهلي، ليه حسين الشحات محدش بيقعد معاه؟ يا جماعه طب حد يقف برضه مع امام عاشور. انا وجهه نظري الشخصيه انا زعلان من تصرفات الامام، ولكن انا حاسس ان في دسيسه في النص. اولها الاعلام، اولا اعلام المنافس. تاني حاجه القنوات المحايده اللي المفروض ان هي قنوات محايده، بحس ان هي واخده اوردرات ان هي تعمل يعني وقيعه في الموضوع ده، بحيث ان الدنيا جوه النادي الاهلي ما تكونش احسن حاجه. طيب، هل المفروض بقى الموضوع ده كله في الاول وفي الاخر يكون اداري بحت؟ المفروض الاداره تفتح للكلام ده. لو امام عاشور وموضوع موضوع ادم وطني فيه مشكله، الموضوع يكون في النور يا جماعه. اطلعوا اتكلموا مع الجمهور، اطلعوا طلعوا بيان، قولوا ادم وطني الوضع 1 2 3، لكن ما تسيبوش الامر كده. خلوا امام عاشور يطلع يتكلم في الموضوع ده. انما الجمهور مش عارف اي حاجه، مش عارف ايه اللي بيحصل، مش عارف الدنيا هترسى على ايه، مش عارف امام قاعد ولا ماشي، مش عارف حسين قاعد ولا ماشي. من امتى كل الامور دي كانت بتحصل؟ الاعارات اللي احنا طلعناها، عندنا لعيبه زي الفل اقسم بالله لو رجعت النادي الاهلي لا تكسر الدنيا، هتكسر الدنيا. محمد عبد الله، وجهه نظري الشخصيه ان الدبيس يرجع تاني، كان لعيب قوي وكان بديل. احنا دلوقتي بنعطل في المراكز دي لما لعيب يتصاب يا جماعه، بنحتاس يعني اللي هو احنا ايه، زي ما يكون ماسكين ايه، ابره وخيط وبنلضم. انا شايف من وجهه نظري الشخصيه ان في لعيبه لازم يعني نبص لها بعين الاعتبار. واحد منهم حسين الشحات ده ما ينفعش يتساب كده، لازم يتبص له بعين الاعتبار. امام عاشور لازم يتبص له بعين الاعتبار وحد يقعد يتكلم معاه. امام عاشور ده محتاج حد يقعد يتكلم معاه. اللي انا شفته بقى في اللعيبه الموسم اللي فات اللي لسه ما خلصش وهيخلص يوم 20، ان البدني بتاعهم كان زي الزفت. مش حته بقى ان اللعيبه بتستهتر او الكلام ده كله، لا، اللعيبه كان بيعدي عليها اول ربع ساعه ولا اول تلت ساعه البدني يقع على طول، مش موجود. عشان كده ما كانش فيه عند اللعيبه حاجه تقدر تطلعها. يمكن تقريبا اللعيبه ابتدت تسترد ده في اخر كام ماتش، ابتداء من ماتش الزمالك وانبي، وان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش المصري اللي جاي. ويعني احنا اتمنى من ربنا يحصل معجزه ونقدر نلملم الدنيا، ومعجزه كده تيجي من عند ربنا ناخد الدوري، او بالميت
او بالميت افريقيا، نخش افريقيا. وانا مش هعمل زي جمهور الزمالك، يعني انا مش هغير كلامي، هظل اقول النادي الاهلي لو دخل الكونفدراليه السنه دي مش بتاعتنا ومش هفرح بيها، يعني حتى لو احنا بنلعبها مش هفرح بيها، ومش هقول ايوه او هعظم فيها او هغير كلامي عشان الاهلي دخل فيها. والله العظيم لو الاهلي قدامه ان هو ينسحب من البطوله دي، لو رسيت ان هو هيخشها ينسحب منها ومش هيحصل له اذى في اي حاجه في ترتيبه الافريقي او اي حاجه، ينسحب منها. انا وجهه نظري الشخصيه، لو مفيش اذى من ورا ده ينسحب منها، لو في اذى من ورا ده خلاص ما قدامناش غير ان احنا نلعبها، والامر لله من قبل ومن بعد، ده لو دخلناها يعني وما حصلتش مفاجاه وكنا في افريقيا او خدنا الدوري ودخلنا افريقيا من ده برضه، او طلعنا تاني في الدوري العام، فربنا يكرم. بس مش عايزين نشوف موسم زي ده تاني. وبالنسبه للناس اللي بتطلع تتكلم على جمهور الاهلي وبيقولوا لك جمهور الاهلي ده او مش عارف جمهور مين قوي مدرج في مصر، اللي بيقول كده سواء اعلام او جمهور صدق الكذبه دي، هم عارفين كويس جدا ان دي مش حقيقه. هم بيحاولوا يصدقوا ده، زي الناس اللي بتكذب الكذبه وبتصدقها. هم كذبوا الكذبه وتقريبا كده الله اعلم صدقوها يعني. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وتابعوني على القناه وتنوروني دايما.